عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته المتابعين الكرام. اليوم لدي لكم قصة جديدة، لكن قبل تفاصيل المرجو الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. القاضي والسارق والعدالة جنائية متناهية. الحكم الذي أصدره القاضي على الصبي 15 عاما الذي تم القبض عليه متلبسا بسرقة من الدكان، والذي حطم أحد الرفوف خلال محاولته الهرب. سأل القاضي الصبي بعد أن سمع تفاصيل الحادثة: حقا سرقت شيئا؟ سرقت خبز وحطمت أحد الرفوف؟ أجاب في خجل وهو مطأطئ الرأس: نعم. القاضي: لماذا سرقت؟ أنا محتاج. القاضي: ألم تستطيع شراء بدلا سرقتها؟ الصبي: لم أكن أملك مالا. القاضي: كان باستطاعتك طلب المال من والدك؟ لدي فقط أمي المريضة التي ترقد في الفراش وليس لديها عمل، من أجلها سرقت الخبز والجبنة. القاضي: وأنت ألا تعمل شيئا؟ ألا يوجد لديك عمل؟ اشتغلت في غسيل السيارات، أخذت إجازة اليوم واحد لكي أساعد أمي، ولهذا السبب فصلوني من العمل. وبعد انتهاء المحادثة مع الفتى، أعلن القاضي الحكم: السرقة، خاصة سرقة الخبز، وهذه جريمة مخجلة جدا، وجميعنا هنا مسؤولون عن جريمة السرقة هذه. اليوم الجميع الحضور في هذه القاعة ممن فيهم أنا ومسؤولون عن جريمة السرقة هذه، وهكذا فإن الجميع الحضور سيغرم كل شخص ب10 دولارات، ولن يخرج أحد شيئا من القاعة قبل أن يدفع 10 دولارات. أخرج القاضي من جيبه ورقة من فئة 10 دولارات، وأخذ قلما وبدأ بكتابة: بالإضافة حكمت بالغرامة 1000 دولار على صاحب الدكان الذي سلم بي الذي يعاني الجوع إلى الشرطة، وإذ لم تدفع الغرامة في الساعة 1 سيظل الدكان مغلقا. اعتذر الجميع الحضور في القاعة، سلموه المبلغ كاملا. خرج القاضي من قاعة المحكمة وهو يحاول إخفاء دموعه بعد أن سمع الحضور قرار الحكم. كان أعينهم تفيض بالدموع. وأضاف القاضي: إذا تم القبض على شخص ما يسرق الخبز فيجب أن يخجل جميع السكان والمجتمع في هذه الدولة. هنا تنتهي هذه القصة، نتمنى أن تنال إعجابكم. إلى اللقاء.